على فكره انت اللي غلطانه، انت اللي لابسه ضيق، انت اللي غلطانه اللي مخلياهم كلهم يبصوا عليكي. انت اللي غلطانه، انت بعد ما بتلبسي ضيق جايه تتكلمي وتقولي اصل هو بيتحرش بيا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ازاي هي عشان لابسه ضيق، وازاي عشان هي ماشيه مش عارفه حاطه ميك اب ان مسموح لاي بني ادم او اي حد ان هو يلمسها، ان هو يعتدي على حريتها، ان هي تبقى قاعده جوه المواصله او قاعده في مواصله وفي الاخر خالص يجي واحد يجي يحط ايده عليها، ولما تتكلم يقول لك ما هي لو ماشيه محترمه ولا لو لابسه كويس. يعني ايه لو لابسه كويس ولو ماشيه محترمه؟ انت مالك؟ دينك بيقول لك كده؟ دينك بيقول لك ان هي البنت ديت عشان لابسه ضيق ولا لابسه ولا حاجه لافته نظرك ان انت تمد ايدك عليها؟ ترضاها لاختك؟ ترضاها لامك؟ ترضاها على حد من اهلك؟ بصوا بنات، انا هقول لكم حاجه. لو حد حب ان يلمس جسمك او انه يتحرش بيكي، علي صوتك، ما تسكتيش. خلي كل اللي حواليكي يسمعك وانت بتتكلمي، خلي كل اللي حواليكي يسمعك وانت بتستغيثي، وصدقيني كل الناس هتقف معاكي، انت مش معاه، لان انت اللي معاكي الحق. علموا ولادكم وعلموا بناتكم ان صوتهم يبقى عالي، ان لو حد جه جنبهم او حد لمسهم صوتك يعلى، خدي حقك، ما تسمحيش لحد ان يلمسك. لو سمحتم وصلوا الرساله دي للناس كلها. اول مره اقول فيديو يتعمل له شير، عمري ما قلتها.